احلى شويه نسكافيه عشان خاطر الاهلي. مبدئيا انا فرحان النهارده عشان تعادل الاهلي، مش عشان والله كيان الاهلي، عشان بعض جمهور الاهلي اللي بيقعد يحفل. دي كان فاز امبارح، قسما بالله كانت الحفيله بقيت على الزمالك اكتر من فوز على الاهلي. بس دلوقتي الحمد لله فاتح الفيس محدش قادر يتكلم. تشرب يا زميل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مبدئيا هارد لك للنادي الاهلي. من وجهة نظري الأهلي ضيع من إيده فوز. يعني أنت كنت متأخر بهدف، جبت التعادل وجبت الفوز وما قدرتش تحافظ. دي مشكلة كبيرة، يعني المفروض دي تتعالج. تاني حاجة معلش، في حاجة كده لاحظتها، الباشا طارق يحيى وطبيل طارق يحيى وزغريد طارق يحيى وفرح طارق يحيى. طارق يحيى بيقول ايه؟ اللعيبة اتأثرت بالحكم بتاع المستشار بالحبس ده، وعشان كده سبب الهزيمة. طب من غير ما نحلف لك للعيبه فرحانه، اللعيبه فرحانه عشان هو اتحبس وغار. بس مش عارف، مش عاوز تهدى ليه، مش عارف والله. امبارح طبعا جمهور الترجي تعدى على الحافله بتاعت الزمالك، والله مش هنقوله احنا هم يجوا عندنا، لا احنا احسن من كده، واحنا ما بنسعيش للتعصب ولا الكلام ده، لا معلش. هو هنقوله بعض من جمهور الترجي اللي هو معلش مش محترم، ده اللي احنا هنقوله، ونحاول نعمل اللي نقدر عليه وان شاء الله عشان خاطر دول ضيوفنا، وهنتعامل بالحتة دي. تاني حاجة معانا، رجع مرتضى يا خطيب. ده هاشتاج نازل، رجع مرتضى يا خطيب. وحياة النبي يا خطيب، وحياة النبي ما ترجع مرتضى يا خطيب، وحياة النبي ما تتنازل. ولو تنازلت يا خطيب يبقى انت راجل مش كويس. انا كراجل زملكاوي بقولها لك، وحياة النبي لو اتنزلت يبقى انت راجل مش كويس، وتستاهل كل اللي يحصل لك انت واللي حواليك. تاني، في خبر برضو سمعت عن كولر بيقول لك ايه، مدرب الاهلي: انا مدي 3 لعيبه بس ان هم يشوتوا ضربات جزاء، اللي بيحس بالثقه يشوت. يا باشا انت بتتكلم في إيه؟ معلش، ده انت مش بتلعب دوره رمضانيه، لا، في حاجه اسمها 1 و2 و3 و4 و5. ده كل واحد بيشوت. انت في الاهلي بيشوت علي معلول، ازاي محمد هاني؟ دي جديده، يعني دي تتحملها انت المسؤوليه، مش يتحملها محمد هاني. اعلامي يعني رياضي، محمد عبد الجليل، لما قال تيجي تتفرج كلوب يتفرج يقعد مع كولر عشان خاطر ايه؟ يعلمه ازاي يعني ما تقبلش نتيجه تقيله من الريال. ايه منظرك دلوقتي؟ وايه احساسك دلوقتي؟ مفيش. شغل التطبيل مش ناوي يخلص يا اخواننا، مش هنتعدلوا والله، ما هنتعدلوا طول ما في ناس امثال الناس دي بتطبل، والله العظيم، سواء هنا او سواء هنا. ليه بتطبل؟ قول اللي انت شايفه، اتكلم في الصح، عشان الغلط ده لما انا نتكلم في الغلط ده هيصلح منه، ده هيصلح من غلطه. لكن ان انا هنطبل له في غلطه وما هيتمادى في الغلط بتاعه. مين طبعا انتوا عرفتوا طبعا كل اللي حصل بحبس المستشار، الله لا يرجعه، عشان هو السبب، والله العظيم هو السبب، هو السبب في ضياع الدوري، هو السبب في ضياع افريقيا. هتجيني تقول لي ازاي ومش ازاي؟ معلش، لو حفظت لسانك ما كنتش اتحبست. ايه اللي دخل ايه اللي دخل امه، ايه اللي دخل ابوه، ايه اللي دخل مراته، ايه اللي دخل ويل 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 ويل. معلش، دي رياضه، تمام؟ الرياضه مش لو مؤاخذه، مش ده انت لو دخل حرب بتحترم غريمك، مش هتشتم عليه امك وابوك وبتاع والدنيا دي. لا ما ينفعش، تستاهل اللي يحصل لك. تمام. سلمان وهدان طبعا هو اللي هيقوم دلوقتي، متكلف بإدارة نادي الزمالك فترة مؤقتة، وإن شاء الله يكون الجمعية العمومية في أسرع وقت كده يختاروا شخص يناسب لنادي الزمالك. أنا مش عارف، هبدأ نرجع من الصفر تاني، هنرجع من البداية تاني، وهرجع للطبالين المرتضى أهو، مش أهو.
اخواننا والله العظيم عايزين واحد يصلح للنادي، احنا عايزين واحد يصلح للنادي حتى لو كان ايه، بس يصلح للنادي. احنا تأيدنا من ضمن مرتضى منصور، اقعد في النادي بس احفظ كرامتك، ولا تخلط في عرض ده، ولا ليك في دعوه بده، واشتغل. اشتغل، شغلك هو اللي هيخليك. على فكره انا هقول لكم على حاجه، وباذن الله الحلقه الجايه هتلاقوا، باذن الله يا الجايه اللي وراها، هتلاقي هعمل لك مقارنه ما بين الخطيب، ما بين مرتضى منصور. بس صدقني 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 هتلاقي ان الخطيب بيعمل في صمت. في صفقات مش حلوه للخطيب، وفي صفقات يتحملها، بس بحاول بحاول احل، مش احاول امك وابوك وجدك وخالك. ما ينفعش الاسلوب ده. نسكافيه يا غريمي عشان ما اسمعش ايه صوتك، انا وانت هات الآلة حاسبة كده عشان نشوف ايه الدنيا هتمشي معاه. السلام عليكم.